سمعوا طلقات ناريه صادره على شي سلاح. يعني تسمع الصوت ديال القرطاس، 3 ديال القرطاسات تسمعوا طرطقوا في واحد السكن. الجيران بطبيعه الحال سمعوا دوك الطلقات الناريه وتواصلوا، شي واحد فيهم تواصل مع قائد المركز وطلب منا باش غادي نتحزموا باش ننتقلوا لعين المكان للوقوف على حقيقه الامر، باش نعرفوا اشنا هي الحقيقه ديال هاد الطلقات اللي تلقات. واش كان شي جريمه قتل؟ واش هذه كلها امور خصنا نتيقنوا منها ونتحققوا منها. بطبيعه الحال بعد ما وجدنا روسنا غادي ننتقلوا لعين المكان. هذيك البلاصه اللي غنتقلوا ليها كانت كتبعد علينا تقريبا بشي واحد 3 4 الكيلومترات باش كانت تتبعد، وغادي نمشيو مباشره لواحد الفيلا. هذيك الفيلا سكن وظيفي، سكن وظيفي يعني الدار ديال الدوله. شكون اللي كان ساكن فيها؟ كان ساكن فيها واحد الاطار، واحد الكادر كان كيخدام في واحد الاداره عموميه، لا داعي لذكر ديك الاداره. ودوك الناس اللي كانوا اتصلوا بقائد المركز اكدوا ليه بان الطلقات الناريه راه وقعات في ديك الفيلا. وصلنا تما تقريبا مع الاوقات القانونيه ديال التفتيش. غيتصل قائد المركز بممثل النيابه العامه وغادي يعلموا بهذه المستجدات. ملي علموا غادي يعطيه الاذن بالولوج الى داخل المسكن باش نشوفوا اشنو كاين، اش واقع. هذوك 3 القرطاسات علاش تطلقوا؟ اشنو هو السبب؟ واش كان شي شجار؟ واش كاين شي واحد اللي تصاب؟ شي واحد اللي تجرح؟ شي واحد اللي مات؟ يعني خصنا نوقفوا على الحقيقه ديال الامر. بعد ما تعلمت النيابه العامه بطبيعه الحال قائد المركز غادي يدق الباب. غيدق الباب، دقينا تقريبا 4 ساعات وحنا كنصونيو وندقوا، نصونيو وندقوا، نصونيو وندقوا. عاد كنسمعوا واحد السيد، واحد الصوت تيقول لك شكون ما شكون. قائد المركز جاوبو قال لي افتح وغادي تعرف شكون. حنا جدارميه. غادي يفتح داك السيد، كنا كنعرفوه بطبيعه الحال. سلم على قائد المركز وتبادل معاه اطراف الحديث، وسولوا قائد المركز واش كانوا شي طلقات ناريه عنده في ديك الليله، واش كانوا عنده في الدار. غادي ياكد بان ما كانوش عنده طلقات ناريه. وباش ما نغفلش واحد النقطه، ملي تعلم قائد المركز بهذا الخبر هذا غادي نمشيو للائحه ديال الاشخاص والمواطنين اللي عندنا ساكنين عندنا في منطقه النفوذ ديالنا وعندهم تيتعتبروا حاملي السلاح ديال الصيد ديال القنص. غادي نلقاو بان ذاك الموظف، هذاك الاطار ديال الدوله، غادي نلقاوه بان حتى هو بالفعل عنده سلاح. والسلاح ديال القنص اللي عنده كانت الوضعيه ديالو قانونيه، لحقاش كيكون لا بريغاد دابا كيكون عندها لو ريسونسمون ديال هادوك سميه دوك الناس كاملين اللي عندهم الاسلحه الظاهره اللي كاينه عندهم في منطقه النفوذ ديالهم، كلهم تتكون عندهم المعلومات ديالهم بالسميه ديال السلاح، بالرقم ديال السلاح، برخصه حامل السلاح. انت كتبدا، انت كتكمل، هادشي كله كيكون عندك المعلومات وكتعرف فين تكملوا ليه الوراق، فين ما كملوش ليه الوراق. وفاش تيقربوا الوراق يكملوا ليه، ما جددش كتعيط ليه سير جدد ولا غادي نحجزوا هذيك البندقيه. هادو هما الاجراءات. لذلك هذاك السيد كان عندنا في اللائحه بان راه حامل من بين اشخاص الحاملين للاسلحه الظاهره. هنا بطبيعه الحال غادي يسول قائد المركز، غادي يسولوا ذاك الاطار. قال لي واش شكا شي واحد؟ واش هادي؟ قال لي لا ما شكا حتى شي واحد، ولكن راه الناس اللي قراب لك هنا راه سمعوا طلقات ناريه، وضروري ما نعرفوا المصدر ديالها والسبب ديالها والظروف والحيثيات ديال الاطلاق هذا النار هذا. هنا غادي يلقى راسو مجبر بعد ما كشف ليه على الامور كامله واكد ليه بان الاتصال دار بممثل النيابه العامه وبان راه عندنا اذن بالولوج الى المسكن للوقوف على حقيقه الامر. هنا غادي يلقى راسو مجبر على السماع، مجبر على السماح لينا باش ندخلوا لوسط الدار ونشوفوا شنو واقع فيها. مجرد ما دخلنا بطبيعه الحال غادي نبداو التفتيش ديال الدار. التفتيش ديال الدار الغرض منه باش نلقاو شي اثار ديال القرطاس في الحيط، لحقاش القرطاس الا كانت خرجت غادي تضرب في السقف ولا غتضرب في الحيط ولا غتضرب في الارض. وحده من هادو فين غادي يضرب. يعني غادي نشوفوا وإلا خرجت القرطاسه وقاست الارض ولا قاست الحيط ولا كتخلي الاثار ديالها. هنا غادي نديروا واحد الحمله تمشيطيه، واحد العمليه ديال التمشيط تمايا في ارجاء ديك الفيلا كامله وفي الملحقات ديالها، في الجرده ديالها، في وسط الدار. من خلال هذه العمليه هذه بالفعل غادي نلقاو على السور ديال ديك الفيلا، السور اللي داير بالفيلا، غادي نلقاو الاثار ديال 3 القرطاسات وكانوا وحده. كما انه قلبنا تما واش نلقاو لي زيتوي، داك الخاوي ديال القرطاس اللي تسلق، لحقاش دليل. قلبنا، درنا واحد الحمله تمشيطيه تما في الحديقه ديال ديك الفيلا، ما لقينا حتى شي حاجه. من المحتمل باش يكون هذا المعني بالامر تخلص منهم،
وحيدهم من تما. هذه فرضيه. من بعد غادي يطلب ليه قائد المركز السلاح ديالو، غادي يقول ليه جيب لي السلاح وجيب لي الوراق ديال السلاح. غادي يمشي يجيب السلاح وغيجيب الوراق ديال السلاح. الوراق ديالو الوضعيه ديال السلاح كانت وضعيه قانونيه، الوثائق كامله كانت قانونيه وكانت ساريه المفعول. ملي كنا كنقلبوا تما وسط الدار غادي نلقاو مفاجاه، غنلقاو 3 الاشخاص اخرين كانوا معاه اصدقاء ديالو، وكانوا تما 4 ديال الفتيات من بائعات الهوى. 4 ديال الفتيات اللي كانوا تما، كل وحده فيهم كانت مع واحد. دخلنا عليهم خلاص لقيناهم ناعسين، كل واحد ناعس بيت مع واحد الفتاه. بطبيعه الحال فيقناهم، طلبنا منهم لي كارت ناسيونال ديالهم بطبيعه الحال، وغادي نطلبوا منهم باش يرافقونا للمركز قصد فتح بحث في هذه النازله، وغادي اتخاذ صور لذاك الاثار ديال دوك الرصاصات اللي خرجوا 3. واثناء التواجد ديالنا تما، ملي دخلنا للبيت ديال واحد من دوك البيوت اللي كانوا وسط الفيلا، غادي نلقاو امر اخر عاوتاني من غير دوك بائعات الهواء دوك الفتيات. غادي نلقاو بان كان واحد الصحن معدني عليه من التحت بقع سوداء، يعني كانوا كيحرقوه بالبريكه ولا. مجرد ما شفنا هذا الشيء يعني هذا الصحن كانت تستعمل في الاستهلاك ديال المخدرات الصلبه. والجنب ديال الصحن لقينا واحد لاكارت، دوك لي كارت ديال فاش كتحيد لاكارت لابيس ديال التليفون كتبقى ديك لاكارت اللي فيها البين وفيها الكود بوك، لقيناها. ولقينا واحد الميكا ملفوفه غادي نلقاو فيها واحد الماده بيضاء من المحتمل باش تكون مخدر صلب. غادي نحجزوا هاد الامور كلها، تحجزات ديك البندقيه، وهادو كاملين غادي نطلبوا منهم باش يمشيو. 4 ديال الاشخاص و4 ديال الفتيات غادي يرافقونا للمركز. بعد ما سد هذاك الاطار غادي يسد الفيلا ديالو ويسد الباب ديالو وغادي يمشيو معنا. ملي وصلنا للمكتب غادي نفتحوا بحث. اول واحد غادي نستمعوا ليه، غادي نستمعوا لذاك الشخص صاحب الفيلا اللي كان ساكن تما، ماشي صاحب، هو اللي موظف وساكن في سكن وظيفي ديال الدوله، يعني الدوله عطاتو ديك الدار باش يسكن فيها. غادي نفتحوا معاه بحث وغادي نسولوه من خلال كرد على الاسئله اللي سولناه. غادي ينكر جمله وتفصيله هذا الامر هذا، ويقول لك ما تلقاش حتى قرطاسه عندي، وما كان حتى شي حاجه، ما كان لا صداع لا حتى حاجه، ورانا كنجهل المصدر ديال داك القرطاس. هنا غادي نسولوه اخر مره استعملتي فيها هذاك السلاح ديالك. السلاح اخر مره قال لنا من اخر موسم ديال الصيد، ملي كانت مطلقه الصياده، قال لك راه من ديك الساعه ما عمري استعملتها. تقريبا ما يزيد على واحد الشهرين ولا ما تستعملتش. غيتحجز هذيك البندقيه، وديك البندقيه غادي تمشي قاصده اخضاعها للخبره الباليستيه. الخبره الباليستيه يعني غادي تمشي للمختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي اللي كاين على مستوى القياده العليا، باش يشوفوا هذاك السلاح واش فعلا 4 شهور 3 شهور هذه ولا شهرين ما عمرو خرجت منه شي قرطاسه ولا خرجت خلال في الاونه الاخيره. هادو هما التصريحات ديال هذا الاطار ديال الدوله. وغادي نسولوه بطبيعه الحال، وباش ما نغفلش واحد النقطه، لقينا الطوابل تما كانوا عامرين بالقارورات ديال الخمر الخاوي ديال الشراب، لقيناه تما فوق الطوابل. لقينا الكيسان، لقينا الكرويات، لقينا المهم لقينا الدنيا مرونه. هذه كلها امور خصني نشير ليها باش تكونوا على اطلاع بها. من بعد غادي نسولوه على العلاقه بينه وبين ديك البنت اللي كانت معاه. قال لك اودي ديك البنت عندي معها علاقه، راه وقت ما انا كنشرب مره وفاش تنبغي نشرب راه كنعيط ليها تجي تجلس معايا. واش انت متزوج؟ الزوجه ديالك فين كاينه؟ تتعيش واحد المدينه، لان وليداتها كانوا كيقراو وكبر وليداتها راه كتقرا تمايا. هنا غادي يعترف بان عنده واحد العلاقه خارج الاطار الشرعي ديال الزواج مع هذيك الشابه. هنا غادي نسولوه على دوك 3 الاصدقاء. قال لك هذوك الاصدقاء ديالي راه ديما في السبت والحد كنتلاقاو كنحييو ليالي حمراء، ما كنوصلوا حد، ما كنقربوا حد. قال لك هذا هو اللي كاين. غادي يقولوا هذوك البنات شكون اللي جابهم، كل واحد غادي ياكد بان كل واحد جاب بنت معاه، ماشي واحد اللي جابهم كاملات، كل واحد جاب بنت معاه اللي كيعرفها. هادو هما التصريحات ديالو. واش ما وقعش شي جار، ما وقعش شي خصام بيناتكم البارح بالليل ملي كنتو فاقدين الوعي ديالكم، ولا غادي ياكد بان ما كاين حتى شي حاجه من هاد الهضره هادي. من بعد غادي نستمعوا لدوك 3 اللي كانوا معاه الاصدقاء ديالو. ملي استمعنا لهم كلهم نكروا اي علاقه مع هذه القضيه ديال اطلاق النار، اطلاق الرصاص. قال لك ودي حنا ما طلقنا قرطاس، ما شفنا قرطاس، ما تحرك عندنا قرطاس، حنا كنا جالسين ضاحكين لاعبين حتى وصلت الوقيته ديال النعاس. نعسنا من ساعه نعستو. قال لك راه تقريبا شي 4:30 ديال الصباح نعسنا. هذيك البنت اللي كانت معاك قال لك راه خليله ديالي. انت مزوج ولا ما مزوج؟ قال لك لا انا مطلق، يعني ما عندوش الخيانه الزوجيه، عنده غير الفساد. غادي نسولوا داك صاحب المسكن نقولوا ليه على المصدر ديال هذوك المخدرات الصلبه اللي لقينا تما. غادي ياكد لنا بان واحد من هاد الاصدقاء ديالو هو اللي جاب
هو ما تيعرفش، هو اللي جاب هذوك المخدرات الصلبه. شكون هذا؟ هذا اللي استمعنا ليه، هذا اللي كان مطلق. غادي نسولوه على غرار ما جاء في التصريحات ديال هذاك الاطار اللي كان عنده في الدار. غادي ياكد لك بان بالفعل هذاك الشيء اللي حجزته ديال المخدرات الصلبه راه مخدرات صلبه، وراه شريتها من عند واحد الشخص، سميت هذا الشخص ما كنعرفوش. الوسيله ديال التواصل باش تواصلتي معاه باش عطاك هذا الشيء، عطانا رقم الهاتف ديالو، قال لك التليفون ديالو باش عيط ليه وباش كيجيب ليا انا مبلي مره في السيمانه كنستعمل هذا الشيء. شحال باش شريتي؟ عطانا الثمن باش شرا، تقريبا واحد الغرام شراه ب 800 غرام ب 800 درهم باش شراه. هذا هو المبلغ اللي كشف عليه، وعطانا التليفون ديال هذاك المزول. وغادي نستمعوا للثاني والثالث، غادي نسولوه الثاني والثالث غنسولوهم على دوك الطلقات الناريه اللي سمعوها الجيران. ودي ما كان عندنا لا طلقه ناريه لا حتى شي حاجه. انت مزوج ولا عزري متزوج، الاخر كان ما مزوجش، يعني جوج مزوجين وجوج ما مزوجينش. هاد البنت اللي كانت معاك قالك ودي راه الخليله ديالي. الاخر عاوتاني استمعنا ليه حتى هو نفى القضيه ديال اطلاق الرصاص، قالك ما كايناش وما وقعتش عندنا. وهاد العلامات اللي شفنا والاثار اللي لقينا في سميتو، قالك ودي داكشي الا كان قديم ولا الله اعلم، حنا ما استعملناش السلاح وما عندناش علاش غنستعملوا السلاح. حنا اصدقاء كنجلسوا بعضياتنا كنضحكوا ونلعبوا، الغرض من الاجتماع ديالنا هو ننفسوا على راسنا، ماشي باش نجبدوا السلاح ونبداو ندبزوا. هذا هو التصريح ديالو، والتصريح ديالهم كاملين يعني نفاو اطلاق النار في ذاك المقر، ذاك المسكن اللي كانوا فيه. هنا غادي ندوزوا للبنات، وللاشاره هادو كاملين كنا فرقناهم كل واحد بوحدو، ما خليناهمش مجموعين، وكنستمعوا لهم كل واحد بالمفرد ديالو، كل واحد على حده. غادي ندوزوا للبنات. البنات قلنا ربما هما اللي غادي يكشفوا لنا على شي حاجه، لان الاشخاص اللي كانوا معاهم كانوا متعنتين ونكروا اي حاجه متعلقه بهذه الامور هذه. من بعد غادي نستمعوا لدوك البنات، استمعنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وحده فيهم كلهم نكروا وكلهم اكدوا بانهم راه عندهم علاقه خارج الاطار الشرعي ديال الزواج، كل وحده مع الخليل ديالها. وحده اللي اكدات بقات متردده، قالت لك ودي واش غادي تستروني، واش ما غاديش نغرق، واش ما نمشيش انا خدامه. قلنا لها شوف قولي لنا الصراحه نعرفوا الحقيقه. قالت لك ودي بالفعل راه وقع خصام وشنآن بين هذاك الاطار صاحب الفيلا اللي كان ساكن في الفيلا هو وفلان الصديق ديالو، كان شنآن بيناتهم على البنات. علاش هضرتي معاها وعلاش مشيتي اختاريتي بها تبعتيها المرحاض، بغيتي كتهضر معاها بوحدك وحنا كاينين هنا. اش قال لك هذا هو السبب ديال النزاع. قلت لك راه هنا على من دابزو، انا علاش دابزو؟ قلت لك مني منك. قال لك دخل هذاك الاطار عنده السلاح، قال لك وجبدو، الاخر بقى هارب في الشجر تما كيهرب، والاخر كيطلق القرطاس عليه. قال لك لحسن الحظ ما قاسوش، علاش؟ اللي كان الليل وكان الشجر كيضرب ليه مور الشجر، ما قاسوش وما كان غادي يقتلوا. قال لك هادشي بالفعل طلقوا 3 طلقات ناريه من بندقيه ديال القنص ديال هذا السيد اللي كنا عنده في الدار، وعلى من طلق هذاك القرطاس وكشفت لنا كما قلت لكم على السبب. هنا كان التهديد بواسطه سلاح ناري واطلاق الرصاص، غير الله اللي يحفظ هذاك السيد. من بعد غادي نديروا الاتصال بالنيابه العامه، وغادي تعطينا تعليمات بالوضع ديالهم كاملين تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. بخصوص المشروبات الكحوليه منين جابوها، قال لك راه جبناها من واحد السوق ممتاز كيبيع مشروبات كحوليه مرخص له من عنده، من عند من جبنا هادشي منين شرينا. قال لك اما المخدرات الصلبه راه فلان. شكون اللي جاب المخدرات الصلبه؟ جابها هذاك اللي كان هرب وكيتيري فيه مول الدار. عفوا. المهم غادي نهزو حتى واحد العينه من ديك المخدرات الصلبه اللي حجزناها، بالحقاش حنا ما عندناش الاهليه باش غادي نجزموا بان راه هذيك مخدرات الصلبه، حتى هي غادي تمشي هي والسلاح المختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي اللي كاين على مستوى القياده العليا، تما هما اللي غادي يقولوا لنا المكونات ديال هذه الماده هذه. داروا هذه الاجراءات كامله بطبيعه الحال، هادو داروا في الحراسه النظريه. غيتم الاستدعاء ديال جوج ديال العيالات ديال دوك الجوج اللي كانوا بطبيعه الحال متزوجين، اما جوج اخرين واحد مطلق واحد ما مزوجش حتى هو، جوج مزوجين جوج ما مزوجينش. غادي بطبيعه الحال غادي نستدعيو الزوجات ديالهم عن طريق المركز القضائي ديال الدرك الملكي في المدينه اللي كيسكنوا فيها. بعد ما توصلوا بالاستدعاءات غادي يلتحقوا الغد ليه غادي يلتحقوا بينا، وغادي نستمعوا لدوك الجوج ديال الزوجات ديال هاد واحد بجوج من اللي كانوا تمايا. الزوجه الاولى مرت ذاك الاطار بطبيعه الحال بقى فيها الحال وقالت لك انا خليته بوحدو على مصلحه الدراري، وانا كنتقاتل مع الدراري بوحدي، وانا اللي فيا الراجل فيا المراه وفيا هذه ويغدرني وهذه. ولكن كان معها الاهل ديالها هما اللي بركوا عليها، واعطتنا تصريح بانها لا ترغب في المتابعه ديال الزوج ديالها من اجل الخيانه الزوجيه، وبذلك سقطت الدعوه ديال الخيانه الزوجيه على هذاك السيد، وبقات هذيك الاخرى خلاص عندها الفساد. هاد الاربعه كلهم عندهم الفساد. الاخرى حتى هي غادي نستمعوا ليها، كانت امتثلات بخصوص الزوج ديالها، حتى هي تنازلت واكدت عدم الرغبه ديالها في المتابعه ديال الزوج ديالها امام العداله من اجل الخيانه الزوجيه، حتى هو سقطت الدعوه ديال الخيانه الزوجيه. هنا ملي توضحت الامور بقى لنا باش نكملوا هذا الشيء كامل خصنا
السيد اللي باع لهم المخدرات الصلبه. السيد اللي باع لهم المخدرات الصلبه عنده التليفون ديالو، التليفون ديالو بطبيعه الحال غادي نحاولوا نستدرجوه ونحاولوا نديروا شي خطه قصد الايقاع به. اش غادي نديروا؟ غادي نتصلوا به وغادي نعطيو لواحد من الدركيين اللي غادي يتصل به وغادي يهضر معاه على اساس انه زبون وراه باغي يتقدى من عنده هذيك الماده السامه. عيط ليه تقريبا مع شي، كنا عيطنا ليه مع شي 12 نهار ولا عاش عيطنا ليه. ملي عيط ليه ذاك الدركي كان تيستعمل بطبيعه الحال مكبر الصوت، قائد المركز كيسمع كلشي كيسمع. قال ليه دابا مازال ما بديتش، ما غنبدا حتى ل7 العشيه ولا مرحبا، الا بغيتي الف مرحبا. هذاك الشيء اللي كان. صبرنا حتى ل7 غادي تعاود يتواصل معاه. قال لي شحال بغيتي؟ قال لي راه بغيت واحد 2 غرام. شحال كتحسبهم؟ قال لي 800 درهم للغرام. قال لي مرحبا. فين تلاقاو؟ قال لي ملي تكون جاي غادي تشد الطريق الفلانيه وغادي تعيط لي ونقول لك فين غادي تلقاني. قال لي مرحبا. بطبيعه الحال بعد ما وجدنا روسنا عيط ليه قال لي غادي تلقاني في البلاصه الفلانيه، راه غتلقى الطوموبيل في واحد الستاسيون لداخل، هالنوع ديال السياره راه بلاصه تما غادي تنزل على رجليك ويجي عندي على رجلك، ما تجيش للطوموبيل. قال لي دخل لوسط الستاسيون وبلاصه الطوموبيل ونزل واجي ونعطيك داك الشيء اللي خاصك. هذاك الشيء اللي كان. هذاك الدركي غادي يمشي بوحدو وغادي يمشي في واحد السياره باناليزي، سياره مدنيه باش ما يثيرش الانتباه ديالو. وحنا غادي نتفرقوا جوج مجموعات باش غادي نحاولوا نباريو ونحاصروا السياره ديال هذا المروج ديال هذه المواد السامه باش ما يفلتش من القبضه ديالنا. هنا بطبيعه الحال بعد ما عرفنا البلاصه فين غادي يوقف وفين كاين في مكان اللقاء، هنا غادي ندبروا حتى حنا على واحد 2 ديال السيارات اللي ما معروفينش ديال الدركيين، ولا لحقاش حتى السياره ديال الدركيين كيكونوا معروفين. هاد الناس اللي كيكونوا خارجين على القانون هذا هو الشغل الشاغل ديالهم، كيحفظوا الدركي، كيحفظوا البوليسي، كيحفظوا الطوموبيل البوليسي، الطوموبيل ديال الجدرمي، العائله ديال الجدرمي، الاصدقاء الجدرمي، الاصدقاء البوليسي، شكون اللي يقدر يبرق ليهم، شكون اللي يقدر. هذه هي الهضره ديالهم وهذا هو الشغل الشاغل ديالهم. يعني ما خصكش تخلي ليه تغلط في شي حاجه اللي غادي تخلي هذه الخطه تفشل، لان كنا واعيين بهذه المساله. لذلك استعنا باشخاص اصدقاء اللي عندهم غيره على البلاد اللي عطاونا سيارات ديالهم باش غادي نخدموا هذه العمليه هذه. بالفعل غادي يمشي هذاك الصديق، غادي يعيط ليه وغيدير معاه. من بعد ما عيط ليه غادي يعيط لقائد المركز وغيخلي التليفون دايز، غادي يهز معاه التليفون والخط دايز مع قائد المركز. ملي وصل تما حنا كنا قراب، 2 سيارات 2 مجموعات كنا قراب لذاك الستاسيون. غادي يمشي هذاك الدركي غادي يسلم على ذاك السيد، السلام عليكم. قلنا ليه باش غيشد معاه شويه في الهضره، راه هادشي قليل ويحاول يقلب باش يعطينا وقت باش نتفاعلوا. بالفعل مشى عنده سلم عليه، ها شوف شحال بغيتي؟ قال لي 2 غرام. قال لي بعدا نشوف اشنو غتعطيني وسميتو، واش شي سلعه مزيانه واش ما مزياناش. هو الغرض ديالو هو يربح الوقت باش يعطينا الوقت الكافي باش نتفاعلوا. بدا كيقلب معاه والخط راه دايز، حنا كنسمعوا كلشي، وقائد المركز كان معنا في السياره، حنا كنسمعوا كلشي. صافي عجباتني هذاك الشيء هو هذاك. تنطوي هاك الفلوس، حسب بدا كيعطيه الفلوس وحده بالوحده. في ذاك الوقت فاش كيسلم ليه الفلوس كيخلصوا، كانت هذيك السياره ديال هذاك عاطيه بوجهها، عاطيه لواحد السور وكان الشجر من موراه، يعني ما عنده فين يهرب من هنا. سهل علينا المأموريه، حنا جيناه من اللور وفرانيناه وجات السياره الثانيه من هنا. صافي حنا نباريوه، باريناه ما بقى فين يهرب، صافي تحاصر. حاول باش يهرب، حل هذا الباب اللي ملي شاف عرف راسو بان الامر كيتعلق بالجدرميه، غادي يحل هذا الباب اللي جنبه وغادي يهبط وغادي يهرب. غادي نتبعوه، طردناه واحد المسافه طويله. هو كان شاب مختبر العمر، كانت اللياقه البدنيه ديالو كتسمح ليه، لا جونيس باقي صغير الصغار، وهذه تبعناه وعذبنا. علاش؟ لان واحد الوقيته اختفى على الانظار وما عرفناه منين داز، وحاصرنا البلاصه وبدينا كنقلبوا تقريبا ما يزيد على 3 سوايع حنا كنقلبوا، عاد لقيناه مخزون تحت شي شجر. غادي نلقاو عليه القبض بعد ما دخلينا لواحد الجنان، وحنا كنا متيقنين بان راه كاين تما وما لقيناش. ولكن بعد ما دققنا في البحث وفي التفتيش ديال ارجاء المكان تما، غادي نلقاوه مخزون في واحد الفاصه تمايا وتحت واحد الشجره وما كانش تيبان لينا. غادي نعتقلوه بطبيعه الحال، غادي نديروا الاتصال بالنيابه العامه، غتعطينا التعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. غادي نجيو السياره غادي نقلبوها. قلبنا السياره غادي نلقاو فيها واحد الكميه ديال المخدرات الصلبه، كانت تقريبا كدا 30 غرام ديال المخدرات الصلبه. لقينا واحد القطع بلاستيكيه دائريه الشكل كيستعملها المعني بالامر في التلفيف ديال البضاعه ديالو قصد الترويج. لقينا واحد الميزان كيستعملوا داك الميزان ديال الذهب، هذاك المعني بالامر كيستعمل هذا الميزان في القياس ديال البضاعه ديالو قبل التسليم ديالها للزبناء ديالو. هنا ملي لقينا داكشي ولقينا واحد السلاح ابيض، واحد السيف لقيناه عنده في الكوسان اللور. حجزنا هذه المسائل كلها. السياره بطبيعه الحال غادي نقوموا بالتنقيط ديالها، غادي يبان لنا بان السياره سياره ديال الكراء، غادي تحجز حتى هي بناء على التعليمات ديال النيابه العامه. غادي نشدوه بطبيعه الحال، غادي نديوه لابريكاد وغادي نستمعوا ليه في واحد المحضر اللي هو مفصل، واحد التصريح ديالو مفصل، وغادي ياكد لنا بان بالفعل راه هو كاين شرط في هذا الميدان ديال الترويج ديال هذه الممنوعات، هذه المواد السامه.
وبان ما يزيد على 5 اشهر ولا 6 اشهر هو كينشط في هذا الميدان هذا. واكد بان اول مره غيتلقى عليه القبض، واكد بان راه منين كتزود قال لك اودي كنتزود من واحد الشخص ما كنعرفش الهويه ديالو. راه كتعرفوا هاد الناس اللي خدامين في هذا المجال كيديروا الاحتياطات ديالهم، ما كيكشفوش على الهويه ديالهم تفاديا للوقوع في ايدي ديال الاجهزه الامنيه. يعني كيديروا الاحتياطات ديالهم، ما يمكنش يعطيك كيخدموا بالالقاب، اللقب ولا، وما كتعرفش الاسم العائلي ديالو، الهويه الكامله ديالو، ما كتعرفش العنوان ديالو، ما كتعرف حتى شي حاجه. قلنا له كي تتواصل معاه؟ قال لك ودي كنتواصل معاه بالتليفون. باش كنتواصل معاه عيطنا ليه في التليفون بطبيعه الحال على اساس نستدرجوه. ملي عيطنا ليه في الاول بطبيعه الحال انطالت عليه الحيله وقالنا مرحبا، شحال خاصكم؟ قلنا ليه خاصنا واحد 15. شكون اللي عطاكم الرقم ديالي؟ قلنا ليه راه عطاه لنا واحد فلان على ود هذاك اللي مشدود معنا، هو اللي عطانا النمره. قال لك صافي غادي تعطيوني واحد الساعتين ولا وغادي نتعيطوا. كنا كنتسناو، وصلت ساعتين عيطنا ليه بطبيعه الحال. هنا ملي عيطنا ليه غادي يقول لك سيروا تلعبوا، واش نتوما شديتوا عندكم وباغيين تستدرجوني انا تشدوني؟ والله لا جيت لكم. يعني وصلته الخبر باننا راه هذاك اللي عيط ليه وقلنا ليه عطانا التليفون راه في القبضه ديالنا. لحقاش هو كان واحد الحاجه قالها لنا داك السيد الكرا، الا ما قلتوليش السميه راه ما غيجيش. لحقاش كيعرف الاشخاص، هو ما كانش تيبيع بالتقسيط، كيعرف الاشخاص اللي كيديو عليه باش يقسطوا، باش يديروا التقسيط، كان تيعرفوه محسين على رؤوس الاصابع. فاش تعيط انت مع عمك معيط عليه وتقول لي بطبيعه الحال غيدخلوا الشك. وهاد الناس كيكونوا حذرين، كيكونوا ميفيون، كيحضروا راسهم. لذلك باش ما نخليوش يشك قلنا ليه هذا الاسم بناء على الارشادات اللي عطانا هذاك اللي شديناه. ولكن توصل بان لحقاش عندهم مخبرين ديالهم وعندهم شبكات ديالهم بطبيعه الحال، توصل بان راه تلقاه شديناه. هذاك الشيء باش ما بغاش يجي من موراها طفى التليفون، ما بقاش داك التليفون كيصوني بلا ما نتوصلوا الهويه ديالو وبلا ما نعرفوا الهويه ديالو. ولكن ذاك الرقم التليفون غادي نحاولوا نستمروه اللي عيطنا به، اللي عطانا هاد خينا اللي شدينا عندنا. بطبيعه الحال من بعد ما درنا هذه العمليه وفشلات، هذاك الشيء اللي تحجز وباش ما نغفلش، هذاك ملي كان تشد عنده واحد المبلغ مالي ديال 13000 درهم اللي لقينا عنده 1,060,000 ريال. الكاري سولنا عليها قال لك هذه من العائدات ديال هاد التجار في الممنوعات، لذلك المآل ديالها هو الحجز. هذيك الفلوس تحجزات، هذيك السياره تهزات ودارت هي في المحجز البلدي تحت التصرف ديال العداله. هذاك المخدرات اللي تحجزات بطبيعه الحال غادي تمشي واحد العينه منها غادي تمشي للمختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي بطبيعه الحال. وبالنسبه لذاك السيف اللي حجزناه هذاك تيتعطى مقابل اشهاد للسيد رئيس كتابه الضبط لدى المحكمه المختصه ترابيا. اما هذوك المخدرات الصلبه اللي تحجزات مشات غير عينه دي شونتيون اللي مشاو، هذاك الشيء الاخر غادي نعطيوه مقابل اشهاد للسيد الامير بالصرف لدى اداره الجمارك المختص ترابيا. لان فاش كتكون المحجوز جاي من برا تيكون الاختصاص والمآل ديالها هو تعطيها للديوانه. اي مخدر مثلا هاد الاقراص المهلوسه، المخدرات الصلبه، البوفا، هادو فاش كتحجزهم اي حاجه تحجزات كتمشي للديوانه، لان هذيك مخدرات دخيله علينا، جات لينا من برا ماشي محليه. غير هذه غير للتوضيح. من بعد ما وجدنا لهم المسطره ديالهم، هذاك بطبيعه الحال هذاك السلاح الناري مشى للخبره وتا هو غادي يتحجز وغيتعطى للجهه المختصه. بعد ما اكدت البنت بان راه تستعمل ذاك السلاح غادي نتسناو الخبره اش غادي تقول. المهم بعد ما وجدت المسطره ديالهم غادي نقدموهم للعداله. غيتم الاستنطاق ديالهم من طرف ممثل ديال العداله، ممثل ديال النيابه العامه. غادي يعترفوا جمله وتفصيلا بجميع الافعال والاقوال، وغادي ياكدوا الاقوال ديالهم المضمنه في المحضر ديال الضابطه القضائيه. من بعد غيتهز هذيك غادي تهزوا كاملين وغيدار لهم الايداع في السجن. غادي يمشيو للسجن حتى يشوفوا الملابسات ديال هذا السلاح اللي تستعمل واللي نكروه. وبقاو ناكرين حتى النيابه العامه سولاتهم قال ليه لا والو ما استعملتش داك السلاح ديالي، ولكن ما استعملتوش. راه بنت معاكم قالت لك راه طلقتي 3 القرطاسات. لا هذاك اللي كان تابعو كيتيري فيه واش كان تابع كيضرب؟ قال لك لا ما ضربني، ما وقع بيناتنا مشكل، ما وقع حتى حاجه. يعني ردوا ديك البنت كتكذب. ولكن شكون اللي غادي ياكد الحقيقه؟ واش ديك البنت اللي كتكذب ولا هما اللي كيكذبوا؟ هذاك السلاح اللي مشى للخبره. لذلك دار لهم الايداع في انتظار التوصل بالنتيجه ديال الخبره. دار لهم الايداع. من بعد غادي نديروا واحد الطلب وغتاشر عليه النيابه العامه، طلب لكشف المكالمات الوارده والصادره على ذاك الرقم ديال ذاك المزود ديال المخدرات الصلبه باش نشوفوه شكون هو. درنا هذا الاجراء هذا. بطبيعه الحال غادي ترجع، ولكن قبل ما يرجع النتيجه هذو خلاص راهم في السجن قيد التحقيق. غادي ترجع النتيجه ديال ديك الخبره اللي تجرات على دوك المخدرات وتجرات على ود هذاك السلاح. الخبره الباليستيه غادي تاكد بان هذاك السلاح تستعمل في الاونه الاخيره، في الايام القليله الماضيه تستعمل ذاك السلاح. يعني داكشي اللي كتقول ديك البنت كاين. ملي توصلنا بهذه الامور هذه
غادي ننتقلوا للسجن بعد ما حصلنا على الاذن ديال النيابه العامه باش ندخلوا للحبس وباش نستمعوا لذاك مول السلاح ونواجهوا بهذه الحقيقه اللي كشفت عليها الخبره الباليستيه. هنا غادي يلقى راسو مجبر ويقول لك بدي دابا ما بقى ما يتخزن، ملي الخبره شي حاجه علميه، انا راه قاري هادشي ما كيتكذبش، واخا نكر راه العداله غادي ترتكز على هادشي. نعاود لكم كلشي اودي راه الشراب اللي لعب بينا تخالفنا انا وياه على واحد من دوك بائعات الهواء، على مع من تخالفنا وكتلعبوا كتعرفوا الشراب قال لك بان لعب ليه وما بقاش كامل القوه العقليه ديالو وما بقاش كامل الوعي ديالو، قال لك الشيطان غرني ومشيت هزيت هذاك السلاح وبقيت تابعه. قلت لحقاش كنا مفوتين، كانوا مستعملين المخدرات الصلبه، كانوا مستعملين الكحول، كانوا مستعملين كل شيء، يعني ما كانوش في القوه العقليه ديالهم، كانوا فاقدين الوعي ديالهم. قال لك هادشي اللي كاين وراه الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه، وهذاك السلاح راه استعملته. بناء عليه هذاك السلاح غيتحيد ليه بصفه نهائيه، ما عمرو يشدو، هذيك الرخصه ديال حمل السلاح غادي تحيد، وهذاك السلاح غيتحجز وغيتعطى للجهه المختصه. باللي جات النتيجه خلاص بطبيعه الحال هادو كاملين غادي بعد ما وجد الملف ديالهم غيروج الملف ديالهم في عده جلسات، وفي الختام غيصدر في حقهم احكام متفاوته. هادوك ثلاثه ديال الاصدقاء ديالو تضربوا كاملين ب8 اشهر حبسا نافذا، كاملين هذوك ثلاثه. هذاك اللي طلق القرطاس هذاك الاطار خرج على خدمته، مشى عام ونص ديال الحبس حبسا نافذا. وهذوك البنات مشاو على الفساد 3 شهور كاملات. هذاك الاخر اللي كان تيروج المخدرات واللي شراو من عنده المخدرات غيتضرب، هذاك اول مره ما عندوش سوابق، اول مره غادي يتشد غادي يتضرب ب4 سنوات حبسا نافذا. وبقى هذاك المزود بقينا كنتسناو الخبره جاتنا. ملي جات الخبره ديال الارقام اللي كيتصلوا بذاك الرقم غادي نقلبوا على شي رقم اللي كيتعيط عليه معاه بزاف ومكتوب سميت مولاه. بالفعل غادي يلقاو واحد الرقم كان مكتوب في اسم واحد الشخص، كاين الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالو، العنوان ديالو، الاسم ديالو، كلشي كاين. غادي نمشيو عنده. هذاك السيد كان ساكن في منطقه النفوذ ديال الاخوان ديال الشرطه. غادي نستمعوا ليه. ملي استمعنا ليه وغادي نتفاجئوا بانه هذاك السيد كان موظف ديال الدوله حتى هو، وللاسف كان مبلي بهذه المخدرات الصلبه. وملي وقفنا عليه ما عرف باش تبلا، قلنا له ودي علاش منين جبنا النمره ديالك، منين جبنا سميتك، كيفاش دابا هذا كتعيط انت وياه ديما، راه من خلال هذا سميتو. قال لك ودينا مبلي بهذا العجب هذا، الله يعفو عليا، هذا تنعرفو. تقدر تقول لنا فين ساكن وفين كاين؟ قال لك ها فين ساكن وها فين كاين وها السميه الحقيقيه ديالو وها العنوان ديالو. كشفنا على المسائل كامله. هنا غادي نرجعوا في حالاتنا بعد ما استمعنا ليه، غنديروا اتصال بالنيابه العامه، هذاك راه مستهلك وخليه السبيل ديالو. بطبيعه الحال رجعنا وغادي نوجدوا واحد الخطه اللي تكون محكمه قصد الايقاع بهذا الشخص. بعد ما جمعنا عليه المعلومات الكافيه ودرنا عليه تحريات معمقه، بطبيعه الحال غادي نتوصلوا بانه قاري الامان كان تينعس في الدار ديالو، كيكمل كيمشي للدار ديالو، لانه كان ما كيشكلش موضوع شي مذكرات بحث، ما عنده حتى شي ريشيرش، خدام ومازال حتى واحد ما عرفو وحتى واحد ما طبعوا شي مذكر بشي ريشيرش، بقى السيد حر. لذلك ما كيقلب عليه حتى واحد، كان تيمشي يبات في الدار ديالو. ملي تيقنا من هذه المعلومه هذه غادي يمشي واحد من الدركيين وغادي يأس عليه حتى دخل تقريبا مع شي وحده ولا جوج الليل بلاصه الطوموبيل ديالو طلع للدار ديالو. غادي يتصل ذاك العنصر بقائد المركز. قائد المركز غادي بطبيعه الحال غادي نتحزموا وغادي نجيو وغادي نمشيو مباشره عند الاخوان ديال الشرطه، وغادي يوفروا لنا واحد الدوريه في اطار الدعم وفي اطار المؤازره، وغادي ينتقلوا معنا للدار فين ساكن هذاك، وغادي نحاصروها من جميع الجوانب حتى وصل الصباح. الاوقات القانونيه ديال التفتيش غادي ندخلوا. بقينا كندقوا. كان ساكن في برطمه في واحد العماره وكان في الطابق الثاني. غادي نحاصروا الدار. بطبيعه الحال بدينا كندقوا والو ما بغاش يحل، عينا ما ندقوا والو. هنا غادي نتواصلوا مع النيابه العامه وغادي نعلموهم. ملي علمنا ممثل النيابه العامه قال لنا باش غادي نستعنوا بفاتح الاقفال ولا نستعملوا القوه مع ذاك الباب ونهرسوه وندخلوا. ملي بدينا فاتح الاقفال كنا عارفين ما غاديش يقضي لنا. علاش؟ لان السيد غادي يسد بالزكره من الله من الداخل، يعني فاتح الاقفال ما عنده ما يدير. يعني الحل الوحيد هو اننا خصنا نهرسوا ذاك الباب. ملي جبنا واحد الاداه بدينا كنهرسوا الباب، قال لك غادي يحبس حبسوا. غادي يحل الباب. قال لك انا كنت ناوي زعما نسكت تقولوا راه ما كاينش تمشيو في حالاتكم. قلنا له راه كنا حساسين عليك وتيقنا بانك دخلتي. انا غادي ندخلوا غادي نديروا تفتيش في الدار ديالو. غادي نلقاو واحد المبلغ مالي ديال 90,000 درهم وزياده كانت مخزونه في واحد الماريو تحجزات. قلنا لي المصدر ديالها قال لك البيع والترويج ديال هذه الممنوعات، يعني المآل ديال هذاك المبلغ المالي 90,000 وشي صرف الحجز. بدينا كنقلبوا حتى لقينا تقريبا نص كيلو ديال المخدرات الصلبه. كان خازنها فين؟ كان خازنها في واحد البطاقه كان فيها الدقيق وحاشيه وسط الدقيق. حنا بقينا كنقلبوا ما غفلنا حتى شي حاجه. انا ضباط الشرطه القضائيه فاش كيدخلوا يقلبوا راه ما يقصهمش يغفلوا شي حاجه. بحال دابا بطاقه هذوك ديال 30 لتر كيديروا فيهم الدقيق حشا نص كيلو تما من التحت، ما دخلتيش يدك وقلبتي راه ما غادي تلقى حتى شي حاجه وغادي تمشي. ولكن خص تكون التفتيش يكون على حقه وطريقه. الحمد لله
هذه العمليه ديال التفتيش تكلت بالنجاح وخلاتنا باش نحجزوا واحد المبلغ مالي ونحجزوا هاد الكميه ديال المخدرات الصلبه بطبيعه الحال، وغادي نلقاو عنده اسلحه بيضاء في الطوموبيل. السياره كانت تحمل صفائح ارقام مزوره، يعني مزوره، وكانت فيها واحد الصفيحه ديال الخارج، الماتريكول ديال الخارج. ملي قلبنا السياره لقينا فيها لاكريموجين، لقينا فيها شي سيوفه، لقينا حجزنا داك الشيء كامل. طلبنا منه باش يسد باب الدار ديالو، هبطناه، درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك الوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. بطبيعه الحال غادي نهزوا ديك السياره بالديباناج وغادي تمشي المستودع البلدي باش تبقى تما تحت التصرف ديال امير بالصرف لدى اداره الجمارك، لان ديك السياره الوضعيه ديالها غير قانونيه. شكون اللي غادي يشدها هذاك مول، غادي تمشي للديوانه الامير بالصرف لمن كتعطى. عرفنا بان ديك السياره ما غير قانونيه، الوضعيه ديالها غير قانونيه. حاولنا نعرفوا المصدر ديالها ما قدرناش. علاش؟ لان رقم الاطار الحديدي تم الاتلاف ديالو من الطرف المعني بالامر باش ما يخليش شي اثار، ما يخليش لا تراسابيليتي اللي تبع باش تعرف الاصل ديال السياره. سولنا على السياره منين جات، قال لك اودي شريتها من عند واحد راه كيدخلوهم من برا بطريقه غير قانونيه. انا ما كنعرفش شكون داك السيد، تبعت وتشاريت معاه، لقاوني معاه شي ناس وعليه السلام. قال لك انا ونبينا عليه السلام، قال لك هذا السيد انا ما كنعرفوش وما عنديش معاه شي معرفه مسبقه، وكنجهل الهويه ديالو والمقر ديال المسكن ديالو. هنا بطبيعه الحال غادي نفتحوا معاه بحث وغادي نقول ليه منين كتجي كان المخدرات. هاد المخدرات قال لك اودي راه كنخرج على برا وكنجيبها، انا ما كيعطيني حتى شي واحد هنايا. قال لك كنخرج على برا كنجيب ديك المخدرات وكنروجها ملي كيسالي كندخل. قال لك السيد اللي كيزودني كاين على برا، ما كاينش ارض الوطن، يعني في واحد البلاد اللي كتحسب على الدول الاوروبيه. هنا غادي يوقف البحث ديالنا وما عندنا كنديروا باش نوصلوا لهذاك ما بعيد علينا بطبيعه الحال. هنا بطبيعه الحال غادي نشدوه، غادي نديروا تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، غادي نهزوا عينه من ديك المخدرات، غادي تمشي المختبر ديال الادله الجنائيه. ولتذكير هادوك الكميات اللي دينا ودوك العينات اللي دينا بان بان راه فيهم واحد النسبه كبيره ديال مخدر الكوكايين. هذاك نص كيلو اللي تحجز حتى هو صيفطناه وجات النتيجه بان فيه واحد الكميه كبيره ديال واحد النسبه كبيره ديال مخدر ديال الكوكايين. هذاك دار تحت التدابير ديال الحراسه النظريه بعد ما وجدات المسطره ديالو، وكان ما كانش عنده سوابق، اول مره كيتشد. بعد ما وجدات المسطره ديالو غيتقدم امام انظار السيد وكيل الملك. قدم امام انظار السيد وكيل الملك بطبيعه الحال غادي يستنطقوا، غادي يعترف، كاين المحجوز لان تشد في حاله تلبوس ما بقى عنده ما ينكر. بناء على الاعترافات ديالو غيدار ليه الايداع في السجن، وبعد ما وجد الملف ديالو غيروج في عده جلسات، وفي الختام غيصدر في حقه واحد الحكم ديال 5 سنوات ونصف سجنا نافذا. وبذلك اسدل الستار على هذه النازله.